السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساكم الله بالخير. عندي في هالمقطع بعض التنبيهات خاصة للدعاة، أتمنى تعجبكم. أولا، تذكر يا أيها الداعية قول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. الله جل وعلا امتدح الدعاة، قال: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فهنيئا لكل داعية. للأسف الشديد بعض الدعاة اليوم، ما أقول الكل، بعض الدعاة اتخذوا الدعوة وسيلة للشهرة، كأن الدعوة إلى الله هي وظيفة الأنبياء، إنقاذ الناس من الظلمات إلى النور وهدايتهم والسعي في هدايتهم. كذلك من الأخطاء التي يقع فيها بعض الدعاة أن يحرص على الجوامع الكبيرة، على المعالم الكبيرة. أين أنت يا أيها الداعية؟ أين أنت يا أيها الداعية من المساجد المهجورة في بعض الأحياء النائية؟ أين أنت يا أيها الداعية من بعض الهجر والقرى؟ والله يحدثني أحد الثقات، ولا أريد أن أذكر اسم تلك القرية، يقول والله بل هي مدينة من مدن المملكة، وتحديدا هي في شمال. يقول والله العظيم أن في هذه المدينة والله إن في شباب لا يعرفون كيف يتوضأ. وين الدعاة عنهم؟ وين بعض الدعاة هداهم الله فاهم اللين والتودد غلط، صاير بايخ وكثير الضحك وكثير البياخة. هذه ليست من سمات الداعية. وفي صنف ثاني مع الأسف الشديد فاهم الرزانة غلط، صاير متشدد ولا يضحك وصاير وحش. يا أخي الرسول ما كان كذا. من صفات الداعية الناجح يجمع ما بين الموعظة والبسمة. من صفات الداعية الناجح أن يكون متوازن في كل الحالات هذه. ذلك أنا أحب أوجه رسالة: شبابنا والله فيهم خير، وبناتنا ترى فيهم خير، مهما صار من التقصير فأمة محمد فيها خير. من هذا الكلام، قصدي من هذا الكلام ألا نقنط الناس من رحمة الله. بشروا ولا تنفروا، يسروا ولا تعسروا. ذلك بعض الدعاة هداهم الله يحرص على الظهور، يحرص على إبراز نفسه، يلقب نفسه بالداعية، يلقب نفسه بالشيخ. قيل: حب الظهور يقسم الظهور، من استعجل في الظهور تداركه القهور. ممكن أول مرة أقولها، وهذه تجربة. والله العظيم ما وجدت أفضل من التواضع. كلما تكون متواضع متبسط. ممكن أول مرة أقولها هذه الصراحة. أنا في بداياتي صار عندي بعض الأخطاء، لكن ما وجدت مثل التواضع، ما وجدت مثل التبسط مع الناس. أولا في التواضع: من تواضع لله رفعه. ثانيا أنت تتكلم شريحة عامة، منهم الدكتور ومنهم الجاهل، منهم العالم، منهم السفيه. يقولون الصدق حينما تتواضع مع الناس، تتودى، تتبسط، تبتعد عن الألقاب، الناس تقبل إليك وتستمع منك وتفضفض لك وتحب. قدام هذه المقاطع يا أيها المباركون، اجعل قدوتك يا أيها الداعية محمد صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم.